سلمان ينقل رواية يقول إبليس عليه لعنة الله مر على قوم يسبون علي بن أبي طالب. إبليس مر على قوم يسبون أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، فقال أيكم الساب لله؟ قالوا ما أحد سب الله، نحن عم نسب هذا العبد من عبيد الله اللي هو علي بن أبي طالب. قال الله قال على نفسه أنه من سب عليا فقد سب الله تعالى، كما نقرأ من أحبكم فقد أحب الله، من عرفكم فقد عرف الله، من أبغضكم فعليه لعنة الله. كذلك تقدم البارحة الروايات من مصادر العامة للسيوطي في جمع الجوامع من سب عليا فقد سب الله سبحانه وتعالى. فقال إبليس هكذا، ثم اسمع إبليس ماذا قال. قالوا ممن الرجل، هني بالأول ما عرفوه، ممن الرجل؟ قال ويحكم أنا أبو الحارث. أبو الحارث مين؟ هيكوني من كنى إبليس، يعني أنا إبليس. فقالوا له أمن شيعته؟ قال لا. أنت من شيعة علي؟ قال لهم إبليس لا، أنا لست من شيعته ولست من مواليه ولكنني أحبه. اسمع الرواية جيدا، ماذا قال إبليس؟ إنني شو أحبه. عن مين عم يتكلم؟ عن الإمام علي. قال ولكنني ماذا؟ أحبه. قالوا ليش تحب علي وأنت عدو لله؟ قال أنا معكم، أنا عدو لله تعالى، ولكن أحب علي لشيء واحد. لما كنت مع بني الجان، إبليس مش من الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الجن ففسق عن أمري، أو الآية هكذا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال كنت مع بني الجن قبل أن يهلكهم الله تعالى، لما أهلكهم الله تعالى شكوت إلى الله وحدتي. إبليس عمول أنا بقيت وحيد فريد ما إلي حدا، فشكوت إلى الله وحدتي قبل ما يطردني. قصة آدم هاي بالبداية. إبليس كان طاووس الملائكة بالروايات. قال سألت الله وشكوت لله وحدتي فأصعدني الله إلى السماء الأولى فعبدته فيها 12,000 عام، ثم صعدت إلى السماء الثانية فعبدت الله 12,000 عام. اسمع إبليس قال اسمعوا لماذا أنا أحب علي. فبينما أنا راكع وساجد لله في تلك السماء وإذا بنور شعشعاني أغشى أبصار الملائكة، فكادت الملائكة تحترق أبصارها من هذا النور. فسألت الملائكة ربها أهذا النور لنبي؟ قال لا. لشهيد؟ قال لا. لصالح؟ قال لا. لعالم؟ قال لا. قالوا إذن لمن هذا النور يا رب؟ قال هذا نور حبيبي وأخو حبيبي، هذا نور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن إبليس ماذا؟ يحب أمير المؤمنين. ليش إبليس اعترف بالحقيقة؟ سؤال مهم جدا، التفت لي جيدا. ليش إبليس اعترف لهؤلاء بحبه لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه؟ تعرف ليش؟ حتى الله يفرجيك انه اللي بيبغض الامام علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة. الرواية تقول اللي بيبغض علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة؟ لان حتى يقول لك الله عز وجل يا اعمى القلب والروح اذا كان ابليس بحب علي، ليش انت بتبغض علي بن ابي طالب؟ اسمع هاي وحدة. اثنين، حتى الله يوم القيامة يحتج على الخلائق، ما كنتم تحبوا علي بن ابي طالب، كنتم تكرهون علي، تبغضون علي، ماذا فعل علي لكم؟ هذا إبليس العدو الأول يعترف بحب علي وأنتم أقررتم ببغضكم لأمير المؤمنين علي. فالله بيحتج على الخلائق في ساعة المحشر. من روايات الحب للإمام علي اسمعوا هاي الرواية، لكن صلوا على محمد وآل محمد.